الشوكولاتة والبصل والكلاب. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. ناس كتير مربية كلاب ما تعرفش ايه الأكلات المفيدة وايه الأكلات المضرة للكلب، وناس كتير عارفة كويس ان الشوكولاتة مضرة جدا للكلاب. طب عارف ليه؟ وعارف ممكن ضررها يؤدي إلى ايه؟ تحتوي الشوكولاتة على منبه يسمى الثيوبرومين مثل الكافيين، وهذا سام بالنسبة للكلاب. كمية الثيوبرومين تعتمد على نوع الشوكولاتة. الثيوبرومين يؤثر أساسا على القلب والجهاز العصبي المركزي والكلى، وسوف تحدث علامات التسمم الثيوبرومين بين 4 و 24 ساعة بعد أن أكل الكلب الشوكولاتة. قد تشاهد القيء والإسهال والأرق وفرط النشاط، وقد تصل إلى الوفاة لا قدر الله. البصل مع الكلاب. أما البصل بقى فده حكايته حكاية. في حالة إن الكلب أكل بصل ممكن يحصل له تسمم نتيجة وجود مادة N-بروبيل ديسلفايد اللي الكلب ما يقدرش يهضمها نهائيا، ودي بتؤثر على كرات الدم الحمراء وبتكسرها تماما، وبالتالي تؤدي لأنيميا ونقص الأكسجين في الدم، وبتعلي ضربات القلب، ولازم ساعتها تتوجه بيه للدكتور فورا قبل ما تحصل أي مضاعفات لا قدر الله. كلابنا أمانة في رقابنا، لازم نحافظ عليها، فأرجوكم يجب الحذر، كل الحذر، واستشارة البيطري فورا دون إبطاء، عشان الوقت ممكن يكون سبب في إنقاذ كلبك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.